قريبا سألتقي به في دمشق، عاصمتي الإلهية، عاصمتي الأبدية، العاصمة العظيمة العالمية. في دمشق سألتقي بابني عيسى وسيناديني ماما. لماذا لنفاجئ الأمر أني كنت حواء كذلك، كنت أنثى، أول مخلوق حي في الوجود خلقه الله عز وجل من نور وجهه الكريم، ولم يخلق الله عز وجل أحدا من نور وجهه الكريم إلا أنا فقط لا غير. هو حل الله عز وجل بأنه هو سبحانه وتعالى يمكن أن يكون في الصور شتى، في مليار صورة من الصور البشرية، مليار أو أزيد أو ما شاء سبحانه وتعالى، وأوحى لي بأن من تلك الصور أنا، يعني كلهم الله، مثل في صورة رجل، امرأة، فتاة، طفل، وكلهم والله كلهم هو الله، مع أن الله عز وجل واحد أحد، لا هو الواحد القهار، لا فرد الصمد، لا إله إلا هو، لا رب سواه، وكل أولئك الذين هم الله عز وجل في الصورة البشرية يسمون الله، ولهم قدرة هي قدرة الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان، يعني يقولون للشيء كن فيكون، كلهم إلا أنا فقط لا، إذا قلت للشيء كن فلا يكون، وهذا هو الفرق بيني وبين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أوحى لي بأنني أنا الله، لكن السلبي، الله السلبي. لماذا السلبي؟ لأنني إذا قلت للشيء كن فلا يكون، أما الله عز وجل فإنه يقول للشيء كن فيكون، سبحانه وتعالى عما يشركون، ما أعظمه. تعلمت كذلك سياقة الشاحنة، الحافلة، الدراجة النارية الكبيرة، السيارة، بدون أن أنتمي إلى أي مدرسة للسياقة، وتعلمت الأسلحة كذلك بدون أن أنتمي إلى أي مدرسة عسكرية. فقط كل هذا الشيء بالرشوة بالريع في المغرب، بلد الفساد الكبير يحكمه شيطان رجيم اسمه محمد السادس، هو ليس اسمه الحقيقي، كربوش بن عقروش. اسماء الشياطين هكذا، الشين تعني الشيطان، عربوش، قربوش، نبوش. مثلا جده ليس جده، هو جده اسمه تهامي القلاوي، ذاك القلاوي كان خائنا معروف وكان شيطانا كذلك. وليس جده محمد الخامس الذي يسمى حقيقة بنبوش، ويوسف يسمى هربوش. الاسم الحقيقي لهم هؤلاء الشياطين فليسوا بشر. محمد السادس الملعون، يا ملعون أنا آتي قادم إليك يا ملعون، أنا نحكم المغرب وهو شيطان رجيم من أبناء إبليس الملعون. سآتي إليك وسأخزيك أمام الكاميرا، سأرغمك على أكل البراس، على أكل 6 كيلوغرامات من البراس في قصعة، هكذا أقولها لك بالدارجة المغربية، قصعة، فهمتي؟ غادي ندير لك كاكا في قصعة، وغادي نعطيك معلقة، وغادي أرغمك باش تاكلها قدام الكاميرا. أمك إلا ما كليتيش هذاك الكاكا، إلا ما كليتيش سيكون ذلك البراز سيكون مخمر لمدة 6 أيام. الموت أفضل من أن تأكله، وسأرغمك على ذلك وستأكله برغم منك. وإذا لم تأكلوا سأخذ الكماشة الحديدية وسأخذ ظفر من أطفالك النتنة وسأضغط عليه بشدة حتى تعذب العذاب الأليم. الملعون أنا قادم إليك وسأعذبك وسأجعلك تعترف بكل الجرائم. العلويين الملعونين هم ليسوا علويين، لا ينتمون إلى العادي، ينتمون إلى إبليس الملعون. أيها الملعون، أيها الخبيث، أنت وابنك القلوش هو الشيطان كذلك، شيطان رجيم. أيها الملعون، هو في الحقيقة أنتم أيها الشياطين كنتم بشرا في حياتكم الأولى، فمسخكم الله عز وجل في حياتكم الثانية إلى شياطين. أنت يا محمد السادس يا الملعون، الشيطان الخبيث الخسيس الحقير الملعون. أنت يا ملعون كنت في حياتك السابقة جندي ضابط من ضباط فرنسا الاستعمارية، اسمك كان هو فرانسوا، وكنيتك كاستيريكس، فرانسوا كاستيريكس. كنت تنتمي، هذا وحي من الله عز وجل، كنت تنتمي إلى الجيش الفرنسي الذي احتل الجزائر في 1830، وأماتك الله عز وجل مخزيا نصرانيا كافرا ملعونا بعد أن قتلت جماعة مهمة من المسلمين، أطفالا ونساء وشيوخ وغير ذلك. فغضب الله عز وجل عليك غضبا شديدا وبعثك في حياتك الثانية
كامل تزدز من الملعون برميل داكشي اللي ما كيتكاش. انا ما كنقولش ما كنخسرش الكلام الخايب امام الكاميرا قدام الناس. ابنك قلوش، الشيطان قلوش كان مناحم بيغن، ذلك الصهيوني الملعون المجرم الذي قتل الفلسطيني في مذبحة دير ياسين، وتوفى الله مخزيا ملعونا يهوديا كافرا في جهنم، ولكن غضب الله عز وجل عليه بما انه قتل الفلسطينيين المسلمين بدم بارد وهكذا بسلاح ناري، ومسخه الى الشيطان هو ابنك. انت فرانسوا كاستيريكس وابنك مناحم بيغن. وسأقبض عليكم وسأعذبكم، نذبحهم. كان الملعون أني مست الكلب، غادي نذبحك منشار في حديث مصدي. سأذبحك يا محمد السادس الملعون بمنشار حديدي صديق بعد أن تعترف بكل الجرائم التي قمت بها ضد المغاربة، منها مثلا التلقيح، ذاك التلقيح مؤامرة عالمية. ستعترف يا ابن الحرام، يا ولد الحرام، يا الشيطان، يا الشيطان الخبيث، يا محمد السادس الملعون. ستعترف بجميع جرائمك وجميع جرائم الحسن الثاني الملعون الذي اسمه عقروش بن التهامي القلاوي، وليس بن محمد الخامس. محمد الخامس اسمه الحقيقي نبوش، ذاك ليس أبوه هو تامي القلاوي، وقد قتل محمد الخامس، قتله بعد أن أدخله إلى مستشفى وحقنه بالسم. المهم، أيام الخزئات إليك يا محمد السادس يا ملعون، أيها الملعون، يا الشيطان الخبيث. سأتي إليك قريبا وسترون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بالنسبة للمغرب لا